الحجلي يرفع كورة اختيرة السيد والهدف الأول. لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب، لايك، والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. من خارج منطقة الجزاء تصويبها لكن جانب يتقدم منوبي يعمل مراوغة ثم يصوب وجانبية. هذه الكرة هذه المحاولة من جانب المنوبي الحداد ولا مرور ولا ترفع كرة من أمان الله داخل منطقة الجزاء عادت من بلرا يصوب ولكن بعيد لمسة في اتجاه معز الحجلي يتقدم معز يرفع كرة اختيرة ولكن الحكم يقول هناك يبدو لي راية تنفيذ من معز الحجلي يرفع كورة اختيرة السيد والهدف الأول الشوط الأول ويمضي على الهدف الثالث الشخصي ليه في البطولة. هذه الكرة هذه الكيفية والكرة مرفوعة بالمقاس مليمتري ياخذها كما جات على الطاير من باك ويعطي الأسبقية لفريق الترجي. تغطي بباجة في ترجع كرة من جديد الى ابراهيم كيتا يحضر الى معز الحجلي لمسه في اتجاه العيد هذا المدرب الفرنسي وهذه كرة من دفاع الترجي مقطوعه ثم ترجع من كوسيلة يسقط لاعب مستقبل السليمان داخل مدسة الى بوعسيتا لكن تدخل بن حميده على مستوى هجوم لفريق الترجي حاول يلحق على الكرة الاخيره مقابلات في بير بوراتبا وهذه تسديده لكن جانب تاع ابراهيم وبن شريفيه يتصدى فريق الترجي من مسافة بعيدة ابراهيم كيتا افتكاك كرة من جانب فلوريان لكن يصلح في مرة ثانية متفتن في المرة الثانية في راس العام مقابل معز الحجلي يضرب كرة ما تمرش من الجدار ثم في مرة ثانية وزع كرة ما خذاش فلوريان صاحب اللمسة كذلك والتمريرة السحرية اللي جابت الهدف الثاني وهذه كرة تسويب في مرة أولى لكن ترجع لكن تبقى لفريق الترجي في مرة ثانية من عالية يرفع كرة ما خذاش ثم رجعت من بابكار من دفاع المستقبل وهذه الباك المستقبل رياضي بن سليمان ترجع من بوعسيدة مقطوعة بالراس حاول يبعد ثم يصوب لكن جانبي مرة ثانية من معز الحجلي إلى العيفي يرفع كرة إلى فلوريان تحضير اختيار كرة تسويب والهدف الثاني من اللاعب الجزائري ابن على يسار حرس المرمى المعز بن شريفيه يعطي الأسبقية 2 بلاش العيفي وزع الكرة إلى فلوريان يحضر التمرير الى اللاعب كوسيلة ابو عالية يعطي الاسبقية من جديد هدفين مقابل 0 في 32 دقيقة من هذه المباراة وهذا الثاني يا ابناء المدرب كريستيان براكوني. هذه الكرة التحضير من فلوريو كرة لفريق الترجي من جديد توزيع داخل منطقة الجزاء ابو عالي يحاول يحط الكرة على الساق اليسار يصوب لكن هذه المرة الجانب تخطئ المرمى. هذه الكرة الواحدة 2 كانت مع الجبالي ثم التصويبة إلى كوسيلة يحاول يعمل مراوغة ناجحة ثم التصويبة لكن ترجع هذه المرة من الجهة اليسار ثم التوسيعة كانت يرى أمامه للجويد خير يرجع كما يقول ضربة جزاء لفريق الترجي صاحب الهدف المسجل الأول. هذه الصورة هذه الكورة ديال الراكلة حوار مع بن شريفية بن حميدة تسديد والهدف الثالث لفريق اختار التنفيذ على مستوى الجهة اليمنى ل 45 دقيقة من هذا الشوط الأول فالثالث من ركلة جزاء يختار الجهة اليمنى. ذكر الترجي منقوص كذلك من مباراة ستكون مع فريق الملعب التونسي دارت اللقاء متكون في الترجي الرياضي التونسي 22 سنة لملك الماري مستقبل سليمان من الطرف الايسر يوزع كرة لكن الهجوم المعاكسة تصويب لكن بعيدة معز بن شريفية مرفوعة من كوسيلة مقطوع منوب حاول يعمل مراوغة لكن يدخل من الدفاع مستقبل السليمان الى ضربة الركنية تلعب قصيرة تمهيد ثم التصويب لكن بجاك ديارا لكن التمريرة مخطئ علي ممتاز يتجاوز اللاعب في راس العام فلوريان يتقدم فلوريان يضرب كرة والجانبية في الأول من جديد كرة لفريق هجوم لفريق المستقبل الرياضي بن سليمان التمهيد التحضير من دين جبالي حداد منوبي وسع كرة داخل منطقة الجزاء والتدخل في المقابلة التنفيذ مرفوعة ياخذها بالقدم في المحاولة الأخيرة هذه المحاولة وهذا ضربة الركنية هذا الحوار بين نزال اللعيب وكذلك حسام التواتي نهائي
اللي باش يتم اتخاذه الرابطة المحترفة الأولى. هذه الكرة، هذه الصورة والتدخل. ضربة جزاء، ضربة جزاء لفريق هذه الكرة، وهذه ركلة تنفيذ وجانبية، ضربت في القام كرة اللاعب ركلة مهدورة. هذا التنفيذ فريقه على مستوى الهجوم. حلوة المراوغة من منوبي إلى حداد، ثم اليسرى فلوريان يحاول يبعد، تنجح المراوغة الأولى على مستوى الجهة اليسرى، يحاول يتقدم بالكرة، ياخذها منوبي إلى رفيع كحل فردي، ترجع له من فلوريان الى العيفي داخل منطقة ال 18، تدخل ينجح من دفاع على المستقبل الرياضي بسليمان، ترجع كرة الى منوبي الحداد، منوبي لمسة على مستوى الجهة اليسرى مرفوعة، تدخل من القنيشي في مرة أولى، ثم تبقى الكرة في المستقبل هذه بسليمان، وكانوا تمس بلغة الكرة في هذه المباراة. هذه تصويب من فلوريان في آخر المباريات شباب جبالي. تبقى الكرة إلى حمزة الرفيع، سليمان قاعد يخسر في برشا كرات، هذه تزيد فلوريان، كرة من أمان الله مجهدي صوب، وكرة جانبية جديد للترجي. فلوريان يوزع كرة، تدخل في مرة أولى، لكن تبقى الكرة من جانب ديارة، تحذير التصويب وحرس المرمى، ثم يوزع كرة إلى ديارة، إن شاء الله لاباس لكسيلة. أهلا بكم في ملخص مباراة الترجي الرياضي التونسي ومستقبل سليمان ضمن منافسات الرابطة المحترفة الأولى، في مواجهة شهدت سيطرة تامة للترجي منذ الدقائق الأولى. بدأ الترجي المباراة بقوة هجومية ضاربة، ولم ينتظر كثيرا لافتتاح التسجيل، حيث نجح فلوريان دانهو في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 14 بعد تمريرة متقنة وضعت الفريق في المقدمة. واصل الغول التونسي ضغطه العالي، وفي الدقيقة 31 ضاعف كسيلة بوعالية النتيجة بتسجيله الهدف الثاني ليعزز تقدم الترجي ويؤكد سيطرته الميدانية على مجريات اللقاء. وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، وتحديدا في الدقيقة 46، تحصل الترجي على ركلة جزاء نفذها القائد محمد أمين بن حميدة بنجاح في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الترجي بثلاثية نظيفة حسمت الأمور مبكرا. أداء هجومي قوي من جانب الترجي، و3 نقاط هامة في مشوار البطولة. شاركونا في التعليقات، ما هو أجمل هدف في هذه الثلاثية؟ ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.